النهاردة 17 رمضان. ما تيجوا نتعلم من قصة سيدنا زكريا إن الدعاء ما يتسابش لحظة، ما نملش، ما يتملكش قلوبنا اليأس لما تتأخر الإجابة. حتى لو السنين عدت، حتى لو الأسباب كلها بتقول مستحيل. سيدنا زكريا كان كبير في السن، وامرأته كانت عاقر، وفي فرق كبير بين عاقر وعقيم. ربنا اختار في اللفظ القرآني عاقر علشان يبين إن مفيش أمل إن هي تنجب، إنما عقيم في أمل إن هي تنجب. ما كانش فيه أي سبب واضح يدل إن ممكن سيدنا زكريا ينجب، ومع ذلك ما يأس من الدعاء. كان بيدعي، بيهمس بثقة، بيقين إن ربنا سمعه. وفي لحظة واحدة ربنا قال له كن، كن فيكون. سأله إزاي؟ رد عليه ربنا وقال له قال كذلك قال ربك هو علي هين. بس ربنا أمر. الموضوع هين قوي على ربنا لما بس بيؤمر، لما بيقول كن فيكون. في لحظة بسبب الدعاء حياته كلها اتغيرت. اوعى تمل من الدعاء، يمكن اللحظة اللي انت مستنيها أقرب لك مما تتخيل. رسالة النهاردة بتقولك اللهم لا تحرمنا لذة الدعاء، ولا تقطع عنا الرجاء، وارزقنا إجابة تفرح قلوبنا فجأة وتغير أقدارنا لأجمل الأقدار يا رب.